السلام عليكم، تحية طيبة. المقنع الناقد وياكم. اليوم نتحدث، عندنا 3 نقاط محاور الحديث راح يكون على: أولا زيارة أحمد الشرع إلى الرياض، ثانيا تصريحات المالكي الأخيرة، وأخيرا ثالثا نتحدث عن تواجد ماهر الأسد ونية قيادته المقاومة والعودة إلى سوريا. بداية نتحدث عن موضوع أحمد الشرع والزيارة اللي قام بها إلى المملكة العربية السعودية إلى الرياض. رجع إلى الرياض، إلى العرب، تحت الخيمة العربية وتحت العباء العربية. سوريا تعود من جديد إلى الحضن العربي. طبعا قبل فترة كانت عدة زيارات أكو للرئيس أحمد الشرع اللي يتنصب قبل فترة، ومن تنصب أكو دول هنأت وباركت. الأمير تميم زار سوريا وبادر بمبادرة جيدة وكان هو السباق، ووزير الخارجية السعودي أيضا ذهب، أبو تركيا أيضا ذهب، مصر هنأت، الكويت، الأردن، سلطنة عمان، عدة دول هنأت بتنصيب الشرع. وسوريا عادوا إلى الحضن العربي. سوريا صار لها فترة منذ الأحداث الثورة هي غائبة عن المشهد العربي بسبب ما فعل النظام السابق، نظام الأسد، وعزلها عن العالم العربي. والآن عادت سوريا وراح تنخرط في العالم العربي وفي الشرق أوسط الجديد اللي معد له في هذه الخطوات بزيارة المملكة العربية السعودية. وأيضا احنا لاحظنا شيء غريب، انه لحد الآن الجانب العراقي والحكومة العراقية ما متخذة أي إجراء ما عدا إرسال مدير المخابرات، وهاي في بداية دخول وتنصيب الإدارة الجديدة في سوريا. حتى تهنئ ما هنأوا الرئيس الشرع بالتنصيب كرئيس، وهذا شيء خطأ. أنت لازم تكون دولة وتشوف الدول شلون هنأت وشلون بادرت. احنا ما نريد نخلق عدو. عندك حدود وياه، وسوريا دولة شقيقة، يجب أن يكون هنالك تبادل معلومات وتبادل تجاري وحسن جورة بيننا وبين سوريا، ومن نمشي وراء من يريد يدفع العراق إلى اقتتال مع سوريا أو خلق فتن. طبعا يجب احترام اختيار الشعب السوري، اختياره، وبنفس الوقت انه الشعب قرر واختار، فهذا شيء منتهين من عنده. ونحترم الدول المجاورة، انه ما نمشي وراء الدولة الوحيدة اللي هي إيران تحاول تقودنا وتدفع بعض السياسيين العراقيين إلى خلق مشاكل مع سوريا. سوريا شقيقة، وسوريا دولة عربية وتربطنا وياها لغة وتاريخ ودين واحد ومصالح مشتركة. فنتمنى على الحكومة العراقية أنه ما تنساق ولا تندفع نحو خلق مشاكل مع سوريا. دا تشوفون العالم العربي كله استقبل هذا الشيء برحابة صدر وضمها وفرح لعودتها إلى الحضن العربي، ونتمنى العراق أيضا يرجع أكثر للحضن العربي. طبعا المحور الثاني أنه زيارة السيد نور المالكي إلى كربلاء، وكان هناك مؤتمر أو مثل ما نقول احتفال سنوي لدولة القانون أو حزب الدعوة. فكانت عنده بعض التصريحات الغير موفقة جدا، منها أنه ما زال يعتبر الرئيس أحمد الشرع أنه هو إرهابي، وما زال يقول أنه سوريا لا يجب أن يرجع بها نظام الأسد،
وهاي مفارقة غريبة. يعني انت شنو اعطاك الحق بهذا الكلام؟ انت تحارب حزب بعث في العراق وتناصر حزب بعث في سوريا، فهذه مفارقة يعني ازدواجية بالمعايير عنده. وايضا يتطرق الى انه اخواننا الشيعة من سكنة سوريا اللي موجودين هناك دا يتعرضون الابادة وإراقة دمائهم، وانه العلويين في خطر والسيدة زينب ايضا في خطر. يعني هاي احنا كل انتخابات السياسيين العراقيين وخاصة ذو النهج الاسلامي يروحون على هذا المحور. انت كرئيس وزراء سابق وعندك كتلة، شلون تطلع يعني تحرض الشعب بهيك كلام؟ شعب كامل دا يسمعك، اكو ناس غير واعية، احتمال اكو ناس تفهم على نص يعني مو كامل الفهم مالها. فانت شلون تحرض تقول انه هم هنالك من يستنجد بشيعة العراق والحشد الشعبي والعشائر العراقية لنصرتهم في سوريا؟ يعني بس انت دا تشوف هاي الحالة، دول عربية دا تتابع الموضوع ودول أوروبية ودول عالمية، وأيضا احنا أيضا كمواطنين دا نشوف. فأنت ليش دا تحاول تاخذ العراق إلى منحى حرب وتريد تدخل العراق في خصومة مع سوريا؟ يعني بالولاية مالتك الأولى كانت عندك خصومة مع السعودية، بعدها حاولت تسوي مع الأردن، الآن تحاول تدخل العراق في خصومة مع سوريا. كل هاي في سبيل أن تظهر من جديد وترجع يعني للمشهد السياسي. أخي العراقي يعني أصبح ذكي ويفتهم الموضوع. العراقي ما يريد يخوض حروب بعد، الشاب العراقي يريد يعيش مستقبل، شوف مستقبل شلون بالسعودية، شوف مستقبل الإمارات، يشوف مستقبل في تركيا الشباب شلون عايشين، الأردن اللي هي يعني أقرب دولة إنه شلون دا تعيش. احنا مو وحد الشاب العراقي يختلف. تريد تقود الشباب العراقيين إلى حروب؟ انتم بنفسكم كنتوا تنتقدون نظام صدام تقولون من حرب الحرب، الآن من استلمتوا لحد الآن حرب وقتال ومقاومة، فهذا الشيء مرفوض جدا. وبنفس الوقت تخوف المواطن العراقي، يعني تقول له انه البعث ما زال موجود. يعني البعث صار له 20 سنة من انحل، وانتوا اللي للآن خايفين من عودة حزب البعث؟ يعني شيء ما معقول. كافي عاد سيد نور المالكي، اخذ راحتك واقعد في البيت، باوع افلام، باوع كرتون، وكافي عاد. ولحد اليوم في سوريا باستهداف اتباع اهل البيت عليهم السلام كبلد مركزي محوري انتهت تحت الاداره التركيه. نام لم ينم عنه، اذا انت نايم عدو. حتى الاخرين من الذين يريدون الايقاع بالعراق نتحدث عن العشائر. عندنا بقايا خلايا حزب البعث المنحرف، أن إرهابيين يستطيعون أن يحكموا بلدا مثل سوريا متنوع. شفنا الفيديوهات مال سيد نور المالكي. الآن إخوان نروح للمحور اللي ترددت بعض الشائعات أنه ماهر الأسد دخل سوريا ويحاول قيادة مقاومة. الموضوع هو كالآتي: صحيح فعلا أنه ماهر الأسد موجود في العراق، يعني معلومات كاملة موجودة أنه هو في السليمانية، لكن قبل وخلال هذا الأسبوع أكثر من معلومة أكدت أنه هو التقى مع قيادات حرس الثورة ومع قائد فيلق القدس في محافظة النجف، وكان أيضا بعض القادة الفصائل يحاولون يعني يعودون بصورة أو بأخرى للمشهد في سوريا أو إعلان مقاومة، أو هنالك يعني مشروع إيران تحاول أن ترجع من جديد تحيي موضوع سوريا، وعن طريق ماهر الأسد اللي هو كان قائد الفرقة الرابعة والكل تعرفوا بهذا الشيء. وأيضا بعد ما ترك أخوه راح إلى روسيا، وهو هرب هو وبعض أعضاء يعني وجماعات من
الفرقة اللي كان يقودها وذهب إلى السليمانية في ضيافة بافل الطلباني. فهذا الموضوع أيضا يعني صار ضجة في الآونة الأخيرة، يحاول يرجع من جديد، لكن الشعب السوري بعد اتخذ قراره، وهاي حرية شخصية للشعب السوري وهو صاحب القرار. المهم أنه العراق يكون بعيد عن هذا التدخل في شؤون سوريا أو في شؤون أي دولة، وتكون إن سيادة وقرار سيادي يعني بدون تدخل أي دولة بالعراق. لا تسمحون لأي دولة تتدخل يعني تجي تقول لك أنت امشي على هذا الطريق، لا، ارجع للحاضنة العربية، ارجع للخليج العربي، ارجع للدول المجاورة. إيران إذا صرت على هذا النهج مالها هذا نهج خطأ، هذا تدخل سافر في شؤون العراق، هاي مو جورة، هذا احتلال للعراق عن طريق بعض الفصائل الموالية إلها. فأخوان هذا اللي قدمنا لكم إياه اليوم، اللي أكثر شيء يتناقلوه الآن في السوشيال ميديا. شكرا جزيلا.